في قصة مقطع النهاردة هنتكلم فيها عن واحدة من أعجب وأقذر الجرائم اللي حصلت في تركيا من حيث الخيانة، واللي بدأت من أبليكيشن صغير اسمه التيك توك وانتهت لجريمة حصلت بسببه. وقدرت كاميرات المراقبة إنها تسجل كل لحظة حصلت فيها الجريمة دي، واللي هتشوفوها بالنهاية. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل. معكم دراكس، رجعت لكم بفيديو جديد. انا عارف ان انا لازم اتصنف من توب 10 اكتر متخاذلين على اليوتيوب، فبجد انا اسف، لكن انتوا بقى تتصنفوا كتوب 1 من اكتر الناس المتفاعله واللي بتحب تدعم صاحب المحتوى، واللي هو انا. فبجد شكرا جدا ليكم على تفاعلكم الفتره الاخيره، وشكرا جدا لكل المنضمين في دراكسلر جانج، واللي هم برو وحمد واحمد ودارك. بجد شكرا ليكم. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بالمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها مكان هادي وسماعتك، ويلا بينا ندخل في قصه مقطع النهارده. قصتنا بتبدأ في تركيا، وبالتحديد في مدينة اسمها أورافا، اللي انولد فيها صاحب ال 35 سنة إسماعيل بلانك، مع أسرة عادية جدا متكونة من أبوه وأمه وأخوه الأكبر منه واللي كان اسمه فريد. واللي أخوه فريد ده كان بيشتغل حاجة كده اسمها فني أسنان، واللي على ما أعتقد إن هو الشخص اللي بيكون مسؤول عن تصميم الأسنان وتركيب التقويم أو صناعته، حاجة شبه كده، ومتجوز وعنده أسرة وأولاد. فالمهم نرجع بقى لمين؟ لإسماعيل، اللي حرفيا ما كانش زي أخوه تماما. ما كانش عنده وظيفه. ليه؟ لان هو ما كملش تعليمه للنهايه، وحتى ما دخلش كليه ممكن من خلالها ان هو يتوظف وظيفه محترمه. فعلشان كده ما كانش عنده وظيفه ثابته، بل بالعكس كان بيشتغل كعامل في مصنع ملابس مسؤول عن المخزن ونقل البضاعه، وكان بيشتغل فيه لوقت كبير جدا بس علشان يكون نفسه ويظبط حالته الماديه. ليه؟ لانه وقتها كان لسه شاب صغير ونفسه ان هو يكون اسره. وبالفعل اسماعيل قدر ان هو يعمل كده، يحسن حالته الماديه ويبقى عنده بيته الخاص بيه. فمن هنا مين هيتدخل؟ طبعا الاب والام. ليه؟ علشان يجمعوا له عروسه تكون مناسبه ليه وهو يكون حاببها، وخصوصا تكون جميله لان ده ابنهم. فالمهم بعد سيرش بسيط من الام قدرت انها تجمع له البنت المناسبه، واللي كانت شايفه انها تنفع لابنها اسماعيل، واللي كانت بنت اسمها هوليا دي كانت بنت من أسرة بسيطة وكمان مسلمة، وحالتهم المادية نفس حالة إسماعيل. والحاجة الأهم من كل ده زي ما انتم شايفين إنها كانت جميلة. فالمهم عرفوا اسماعيل عليها، واللي بالتالي بعد ما قعد معاها واتكلم شويه شخصيتها عجبته وكمان مظهرها، وكان شايف انها الزوجه المثاليه ليه. وبعد فتره من الخطوبه هما الاتنين اتجوزوا، وحرفيا كانوا عايشين حياه سعيده جدا هما الاتنين مع بعض، وده على حسب كلام ام اسماعيل. واهتمامها كمان هيزيد لما تنجب من اسماعيل 3 اولاد. فالاسره لحد هنا كانت عباره عن هوليا بتهتم بزوجها والبيت والاولاد، واسماعيل بيشتغل فوق طاقته حرفيا بس علشان يحسن الحاله الماديه بتاعه اسرته، واللي بالفعل ده كان شيء ملحوظ جدا. فهل يا دراكسلر هي دي القصه ولا انت بس عمال بترغي؟ لا، دي بس بعض التفاصيل المهمه اللي حابب اعرفها لكم. في البدايه زي ما قلت لكم ان اسماعيل كان بيغيب عن البيت فترات طويله جدا بسبب طبيعه شغله، فاللي كان بيساعده هو اخوه الكبير واللي اسمه فريد، اللي كان من وقت للتاني يروح يقضي اي مصالح ممكن يكون البيت محتاجها، سواء زوجة اخوه هوليا او حتى اولاده. فريد في كتير من الاحيان كان هو اللي بيهتم بيها وبيخلصها ليه علشان هو اخوه الكبير. لكن المهم زوجته هوليا دي بعد فتره كبيره من زواجهم قررت انها تعمل اكونت على السوشيال ميديا، وبالتحديد على التيك توك، وفتحت حساب كانت بتنزل عليه بشكل مستمر صور وفيديوهات عاديه جدا ليها، وده الاكونت بتاعها واللي مازال موجود لغايه وقتنا ده. برغم ان دي كانت حاجه غريبه عليها، لان زي ما قلت لكم هوليا كانت من اسره متحفظه ومش متعوده انها تعمل الحاجات اللي شبه كده. والاغرب ان كل البوستات او الفيديوهات اللي هي بتنزلها كان في شخص دايما بيعمل عليها لايكات بشكل مستمر، وهو اخو اسماعيل الكبير فريد. فدي يعتبر كانت حاجه ريد فلاج كده غريبه، لكن كان اي حد بيلاحظ ده، حتى اسماعيل ذات نفسه كان بيقول عادي اخويا الكبير وبيعمل لايكات لمراتي. بس الحاجه الغير عاديه كمان اللي بدا ان هو يلاحظها اسماعيل، وهي ان فريد ما بقاش بس يروح من وقت للتاني يساعد في طلبات البيت لهوليا واولاده لما ما يكونش موجود، ده بل بالعكس بقى بيروح بشكل مستمر. واللي ده بدا ان هو يعرفه من خلال اصحابه وجيرانه اللي بداوا ان هم يلاحظوا الموضوع ده. فهنا اخيرا بعد كل ده بدا اسماعيل ان هو يجيله احساس ان في حاجه مش طبيعيه ما بين اخوه الكبير فريد ومراته هوليا، والاحساس ده مش هيتاكد عنده بالسرعه اللي في خيالكم، ده بل بالعكس بعد ما حصلوا حاجتين اغرب من بعض. وهما اول حاجه في يوم اثناء ما كان اسماعيل موجود بالبيت ونايم على السرير عادي جدا، بيصحى في نص الليل وبالصدفه بيقرر ان هو يمسك الموبايل بتاع زوجته هوليا. فمن هنا بيفتح ابلكيشن الواتساب على طول ويدخل منه على الرسائل او الشات اللي ما بين هوليا واخوه الكبير فريد، ومنه بيعرف ان في علاقه سريه ما بين
بينهم هما الاتنين. والحاجة التانية بقى لما بيسأل أكبر ابن عنده واللي هو لسه برضه طفل، إسماعيل بيسأله ويقول له إيه اللي بيحصل لما بيكون فريد قاعد هنا مع مامتك هوليا. فالولد بكل براءة بيرد عليه ويقول له معرفش، هما الاتنين بياخدوا بعضهم وبيدخلوا الغرفة وبيقفلوا على نفسهم. فهنا حرفيا كان فاضل تكة واحدة بس ويجي رجب أردوغان يقول له إن مراتك هوليا بتخونك مع أخوه. أنا عارف إن أنتوا اتعصبتوا ومستغربين اللي بيحصل، بس بجد والله دي أحداث القصة. طيب إيه اللي وصل هوليا للوضع ده؟ على حسب ما هي قالت إن فريد ده كان كل مرة يجي ليها البيت علشان يساعدها في أي حاجة لما ما يكونش إسماعيل موجود، كانت بتلاحظ منه نظرات إعجاب، وخصوصا إن هو كان دايما بيكون سعيد لما بيكون موجود معاها. وده بدأ إن هو يوضحه ليها لما بدأ إن هو يتكلم معاها عن طريق الواتساب وكمان الرسائل بتاعة التيك توك. فبدأ إن هو يهزر معاها يتغزل فيها شوية لغاية ما هي التانية وقعت في حبه، وكانت فاكرة إن هو بيحبها، لغاية ما وصلوا هما الاتنين مع بعض إن هما أثناء ما بيكونش إسماعيل موجود في البيت يدخلوا الغرفة زي ما قال الطفل ويعملوا تبا لك مع بعض. فيا ترى إسماعيل بعد ما شاف الرسائل وسمع من ابنه عمل إيه؟ نزل لشغله عادي جدا كأن مفيش أي حاجة هو يعرفها، واستنى على ما أخوه الكبير فريد يروح للبيت. فلما فريد طلع للشقة بعد دقايق بالظبط دخل عليهم إسماعيل، لكن ما لقاهمش بيعملوا أي حاجة من اللي في بالكم، بس كان ملاحظ إن فريد متوتر بشكل رهيب جدا، وخصوصا إن مفيش أي حاجة تستدعي إن هو يكون موجود في البيت في الوقت ده وكمان من غير ما يقول له. لكن إسماعيل بدأ إن هو يواجهه بكل الحاجات اللي هو عارفها دي، لدرجة إن هما الاتنين على حسب كلام هوليا اتخانقوا جوه الشقة ومسكوا في بعض حرفيا، وإسماعيل سحب عليه سكينة من المطبخ وقدر إن هو يجرح فريد، والموضوع كان يتفاقم لولا ما هوليا شالت إسماعيل وفريد قدر إن هو يهرب. فالمهم اتخانق معاها بشكل رهيب بعد ما واجهها واخد منها أولاده، وقرر إن هو يتجه على بيت أهله علشان يسيب أولاده هناك معاهم ويقعد شوية يحكي لهم على كل اللي حصل من أخوه الكبير ومراته هوليا، واللي فعلا المشكلة كانت كبيرة جدا. وإسماعيل كان وقتها كان عاوز ينهي حياة أخوه وبعدها يطلق مراته أو يسجنها، لكن أهله وكل قرايبهم اتدخلوا في الموضوع وقدروا إن هم يهدوا ما بينه وما بين فريد علشان ما تحصلش ما بينهم مشاكل. وكمان هوليا ما اتطلقتش، بل بالعكس رجعت تاني لإسماعيل وفضلت تبكي وتدمع وتقول له أنا آسفة، كل اللي حصل ده كان غصب عني وأنا ما كنتش عارفة إن الموضوع هيوصل للمرحلة دي، وكل ده بسبب إن فريد هو اللي اتلاعب بعقلها واقنعها إن هو بيحبها وهي ما كانش قصدها إنها تعمل كده تماما. وفضلت تترجاه إن هو ما يسيبهاش وما ياخدش منها أولادها، وقالت إنها هتعيش معاه ومش هتقرب من فريد ده تاني. فالمهم بعد ضغط كبير من أهله وترجي من مرات هوليا قدر إن هو يسامحها ويسكت عن اللي عمله أخوه الكبير فريد، وقرروا إن هم يرجعوا لبعض كزوج وزوجة. لكن المرة دي الموضوع بدأ إن هو يتسرب ما بين بعض الجيران، فعلشان كده قرر إن هو ياخد مراته هوليا وأولاده ويسافروا لمدينة تانية كانت معروفة باسم ديار بكر علشان بس محدش يضايقهم باللي حصل من مراته وأولاده يتأثروا بده، لأن زي ما قلت لكم إسماعيل حرفيا كان طيب ما كانش فاكر إن ده كان ممكن يحصل. لكن المهم الموضوع اتنسى والأسرة رجعت أسرة عادية زي ما كانت في البداية. لكن هل الموضوع هينتهي لحد هنا؟ لا. ليه؟ فريد الكبير أخو إسماعيل كان فاكر إن هو بعد ما هيعمل كده إسماعيل هيطلق مراته هوليا وهتسيبه وهو بعد كده يتجوزها، برغم إن هو متجوز وعنده أولاد. بس مش ده اللي حصل، هوليا رجعت لزوجها من تاني إسماعيل. فهنا هو اتضايق واتعصب بشكل كبير وكان شايف إن دي إهانة ليه برغم إن هو كان خاين أخوه. لكن المهم عمل إيه؟ فريد لما كان بيروح لهوليا أيام ما كانت في المدينة القديمة لما كانوا بيقعدوا مع بعض كان بيسجل لهوليا أي حاجة هما بيعملوها صوت وصورة. فعلشان كده قرر إن هو يفتح أكونت التيك توك بتاعها ويدخل يبعت لها رسائل عليه ويقول لها انت لو ما سبتيش اسماعيل زوجك واتطلقتي منه وجيتي لي المدينه القديمه انا حرفيا هدمر حياتك، والصور والفيديوهات دي هبعتها لزوجك وكمان هبعتها لاهلك واخواتك، وفوق كل ده انا هنشرها على الانترنت كمان لو بس ما سبتيش اسماعيل ورجعتي لي انا. وفضلت تترجف في الرسائل ان هو يبعد عنها ويسيبها في حالها وانها مش بتحبه، لا هي بتحب زوجها وعايزه اولادها معاها لكنه لا كان مصر. ففي النهايه بتقرر هوليا انها تسمع كلامه، وفي 3 ابريل سنه 2024 بتقرر ان هي ترجع لمدينه أورفا وتسيب زوجها اسماعيل واولاده علشان تروح تقابل فريد. لكن بتحصل حاجه عجيبه جدا بتسجلها كاميرات المراقبه، وهي اننا بنشوف هوليا وهي متجهه على فريد وبيبداوا ان هما الاتنين يزعقوا مع بعض، وبعد كده بتطلع مسدس كانت مخبيه جنبها وبتبدا انها توجهه ناحيه فريد وتقول له ابعد عني انا واولادي وزوجي وسيبنا في حالنا. بس بنلاحظ ان فريد بيبدا ان هو يهجم عليها وكمان بيحاول ان هو يضربها وياخد منها المسدس. لكن اثناء كل ده هوليا بتقع في الارض وبتكون ماسكه في ايدها
لها المسدس لغايه ما بتضرب من طلقه بتيجي في مين، في فريد، بتوقعه في الارض بس كان لسه عايش. فبيحصل ايه، هوليا بتقوم وبتمسك المسدس تاني وبتشده وبتقرر انها تقرب من فريد وتضربه بالطلقه التانيه اللي هتنهي حياته في الشارع وسط ما الناس كلها كانت مصدومه من اللي بيحصل ومش فاهمين هي بتعمل كده ليه. معلش لو ما قدرتش احط لكم الفيديو باليوتيوب علشان ده ممنوع، لكن تقدروا تشوفوه على الاكونت الشخصي بتاعي على الانستجرام، ولما لقيتهوش في الستوري هتلاقوه في الهايلايت محفوظ. فالمهم تتوقعوا هوليا بعد ما عملت الجريمه دي هتعمل ايه؟ هتقف مكانها وهتستنى الشرطه لغايه ما هتيجي تقبض عليها وهي بتضحك ومبسوطه. ولما بيقبضوا عليها ويسالوها انت ليه عملت كده، قالت بسبب ان هو كان بيهددني وكان عايز يدمر حياتي وحياه زوجي واولادي. فهي وقتها كانت شايفه ان ده الحل الامثل علشان تخلص من الشيطان اللي دخل حياتهم ده. وحاليا القضيه لسه مفتوحه وما ظهرش فيها حكم ثابت. لكن الاهم من كل ده واللي حابب ان انا اعرفه منكم في النهايه، انت كراجل لو كنت مكان اسماعيل وعرفت ان كل ده بيحصل، هل كنت هتسكت عليه، او هل ايه كانت هتكون ردة فعلك اتجاه الموقف ده كله؟ وهل فعلا كنت هتسامح هوليا وهترجع لها تاني؟ والبنات اللي بتتفرج دلوقتي، هل انتوا برضو لو كنتوا مكانها كنتوا هتعملوا كده؟ وهل هي تصرفها من البدايه ده كان غلط وفعلا اتضحك عليها، ولا هي اللي كانت غلطانه؟ انما بقى المنتسبين فكل اللي عليهم ان هم يبعتوا لي على الانستجرام وهدخلكم في جروب مخصوص هتلاقوا فيه الفيديو وكمان زوايا تانية مختلفه هتكون حصريه لمنتسبين الدراكسلر جانج.